في ناس ذكية جدا بس كل علاقاتها بتبوظ، وفي ناس عادية بس ناجحة في شغلها وفي علاقاتها وفي حياتها. الفرق هو الذكاء العاطفي، الايموشنال انتليجنس. مش أهم حاجة تبقى فاهم الدنيا، لكن المهم فعلا إنك تكون فاهم نفسك. ناس كتير فاكرة إن الذكاء العاطفي إنك تبقى طيب بزيادة مثلا، أو إن أنت تكون ما بتزعلش، أو إن أنت تعدي كل حاجة كده. بس الحقيقة أعمق بكتير. الذكاء العاطفي ببساطة إنك تقدر تفهم مشاعرك وتعرف تتعامل معاها وتفهم اللي قدامك كمان، مش إنك تمشي ورا إحساسك وخلاص، ولا إنك تكتمه، لكن إن أنت تكون بتبص على إحساسك، بتسأل نفسك أنا حاسس كده ليه، وبعدها بتختار هتتصرف إزاي. في ناس بتخلط بين حاجتين، الريزيلينس أو المرونة النفسية، ودي إن أنت لما بتقع بتعرف تقوم تاني. بس الذكاء العاطفي هو إنك لما بتقع بتعرف أنت وقعت ليه وكنت حاسس بإيه. يعني واحد بيعالج النتيجة والتاني بيفهم السبب. وفي 3 حاجات، 3 خرافات أو 3 مفاهيم مغلوطة عن الذكاء العاطفي. أولهم إن الذكي عاطفياً ده ما بيزعلش، وطبعاً لا، هو بيزعل عادي زي أي بني آدم، بس ما بيخليش الزعل يسوقه. تاني حاجة إنه لازم يرضي كل الناس، وده أكيد مش ذكاء، ده استنزاف. تالت حاجة إن الذكاء العاطفي ده طبع، حاجة احنا مولودين بيها خلاص، لكن الحقيقة هي مهارة ممكن تتعلمها في أي وقت، لو طبعا عملت المجهود الكافي عشان تتعلمها. في علم النفس في فكرة مهمة جدا، إنك لما بتحس إحساس قوي زي غضب، قلق، توتر، غالبا بتتصرف بسرعة جدا من غير ما تفكر. ولكن في دراسات بتقول لو وقفت مع نفسك وسميت الإحساس اللي انت حاسس بيه، يعني أنا قلقان، أنا زعلان، أنا متوتر، أنا متضايق، ده بيهدي الإحساس. طب ليه ده بيحصل؟ لأنك كده نقلت نفسك من رد فعل تلقائي لحالة وعي، بقيت واعي، فاهم كويس انت حاسس بإيه. بدل ما الإحساس هو اللي يسيطر عليك، انت بقيت شايفه، وده بيديك مساحة تختار بقى تتصرف ازاي. خليني أديك مثل أعلى. في مواقف كتير في السيرة النبوية كان في ناس بتغلط في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان طبيعي جدا إنه يغضب، لكن كانش بيتصرف من غضب، كان عنده قدر كبير من التسامح والرحمة اللي نبع كمان من وعي عميق جدا. كان بيفهم الموقف وبعدها يختار ردة فعله، وده طبعا أعلى مستوى من الذكاء العاطفي، إنك تحس بس ما تخليش الإحساس هو اللي يقرر لك. طيب أنت تعمل إيه بقى؟ هقولك. أول حاجة ركز على الوعي، الأويرنس. لما يحصل أي حاجة اسأل نفسك أنا حاسس بإيه دلوقتي، مش بشكل عام. خليك دقيق وخليك مركز في دلوقتي حالا انت حاسس بإيه، ما تشتتش نفسك. تاني حاجة خد مسافة كده قبل ما ترد، بوز، وفي المسافة دي خد نفس كده عميق وادي لنفسك فترة ان انت تهدى، مش أكتر من ثانية واحدة ممكن تغير رد فعلك كله. تالت حاجة ادي نفسك الفرصة ان انت تحس بالتعاطف. حاول تفهم اللي قدامك، مش عشان توافقه في اللي هو بيقوله، لكن عشان تشوف هو جاي منين، دنيته دي شايفها ازاي من المكان اللي هو واقف فيه. في بقى حاجات لازم توقفها فورا، الرد السريع، الأحكام السريعة، افتراض نية اللي قدامك لأنك ما دخلتش جواه، كتم مشاعرك وكبت مشاعرك. مش كل حاجة محتاجة رد على فكرة، ومش كل إحساس لازم نكتمه. وفي فرق كبير بين أنا بسمع عشان أرد ولا بسمع عشان أفهم. أغلب المشاكل اللي في حياتنا كلها مش في الكلام، بس في إن محدش كان بيسمع أصلا اللي قدامه، كان قاعد اللي قدامه بيحكي له حكاية أو بيشرح له حاجة، وهو كل اللي بيفكر فيه أنا هرد بإيه، أنا هرد بإيه، بيحضر رده. الدراسات بتربط الذكاء العاطفي بالنجاح في الشغل وفي العلاقات. بتبني علاقات أقوى، بيبقى عندك ضغط أقل، قراراتك بتبقى أوضح، لأنك ببساطة مش بتتصرف من اندفاع، بتتصرف من وعي. وفي حاجة مهمة قوي، الذكاء العاطفي مش رفاهية على فكرة. يعني أنا بشوف إنه هو حاجة لازم تكون موجودة في البني آدم عشان يقدر يعيش حياته بشكل أحسن. هو حرفياً ليه تأثير كمان على صحتك الجسدية والنفسية.
يعني أولا صحتك الجسدية دي لو أنت مش عارف تتعامل مع كم المشاعر اللي جواك، غالبا أنت مش عارف تتعامل مع الضغط، مع التوتر، فده أكيد هيأثر على جسمك. ممكن يطلع بقى في ضغط دم، ممكن يطلع في أمراض مناعة، بيزود كمان خطر أمراض القلب، بيسرع الإحساس بالإرهاق والتعب. يعني عدم وجود ذكاء عاطفي بيأثر فعلا على حالتنا الجسدية أو على صحتنا الجسدية، مش بس على علاقاتنا ونجاحنا في الشغل. وطبعا طالما بيأثر على صحتنا الجسدية فهو بيأثر على صحتنا النفسية. لما مشاعر بتبقى مش مفهومة أو مكتومة أو خارجة عن سيطرتنا، ده بيخليك أقرب للقلق، أقرب للتوتر، وأوقات كتير أقرب للاكتئاب. وده كله طبعا بيأثر على علاقاتنا بالآخرين. مش بتفهم نفسك ولا بتفهم اللي قدامك، فبتحس دايما إن أنت لوحدك، بتنعزل لأنك مش قادر تفهم ليه اللي بيحصل ده بيحصل. بتنعزل حتى وانت وسط الناس. لما ما بتفهمش مشاعرك مش بس بتتعب نفسيا، انت كمان بتتعب جسديا. وعشان كده أول خطوة حقيقية في الذكاء العاطفي مش إنك تبقى هادي، لكن إن أنت تتعلم إزاي تتعامل مع الضغط وإزاي تهدي نفسك. ومش مهم تبقى صح طول الوقت، أهم حاجة تبقى واعي باللي بيدور جواك من مشاعر وأفكار، واللي بيحصل حواليك من ردود أفعال الناس. الذكاء العاطفي مش إنك تتحكم في مشاعرك، الذكاء العاطفي إنك تفهمها وما تسيبهاش هي اللي تتحكم فيك.